مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهل لها باهم وابرز العناوين. حاكم اقليم جنوب البحر الاحمر يتفقد تطور بناء مؤسسات الخدمات الاجتماعيه في بحيثا. فرع الارشاد والتوجيه المعنوي بوزاره الدفاع ينظم دوره اعلاميه لاعضائه. المنتخب الوطني يشارك في طواف العالم للدراجات 2020 والمقام في إيطاليا. مقاتلون من طالبان أفرجت عنهم الحكومة عادوا لحمل السلاح. روسيا تستعرض قوة دفاعها الجوي في البحر الأسود. وانفجار في مركز تابع لحزب الله في جنوب لبنان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تفقد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي تطور بناء مؤسسات الخدمات الاجتماعية في منطقة رابي ضاحية بحيثا. وقال السفير محمد سعيد منتاي أن تجميع القرى أساس متين للتطور وحل مشكلات الخدمات الاجتماعية، لذا يجب على القرى المتناثرة التجمع في مكان ملائم للحصول على الخدمات الاجتماعية. كما أشاد بدور المواطنين في إنجاح البرامج التنموية، مناشدا الإدارات والتنظيمات للعب دور كبير في فعالية وتنفيذ الأعمال الجارية لصيانة وبناء الطرق والقنوات التحويلية للسيول وغيرها من البرامج التنموية. في الختام أكد السفير محمد سعيد منتاي استمرارية الجهود الجارية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وبما أن توسعة الأنشطة الزراعية في المنطقة تحقق نتائج جيدة ستقوم إدارة الإقليم بتقديم الدعم اللازم. تقدم الدورات التدريبية والتأهيلية لرفع القدرات والخبرات العملية للموظفين، وفي هذا الإطار نظم فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع دورة تأهيلية لأعضائه استمرت ل6 أسابيع. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. خرج فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليوم 23 من سبتمبر 54 من أعضائه الذين تلقوا دورة تأهيلية إعلامية استمرت ل6 أسابيع، تركزت على مجالات الصحافة والمنتجة والتصميم الجرافيكي وكذلك الإخراج. وفي مراسم التخرج التي حضرها قائد هيئة الأركان الإريتري العام الفريق فيليب واسولدي هونس، أوضح النقيب في السهية لملم مسؤول الإعلام بفرع الإرشاد والتوجيه المعنوي كلمة أوضح فيها أن الدورة المنتظمة لفترة 6 أسابيع حاضر فيها مختصون من وزارة الإعلام وغيرهم من الضيوف المهنيين والمدرسين. من جهته قال مسؤول فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع العقيد سلمون سيوم إن الهدف من الدورة هو تسليح الدارسين المهنيين بالمعلومات الجيدة ورفع إمكانياتهم وكفاءاتهم لإعداد برنامج والتا التابع لقوات الدفاع الذي يبث عبر الفضائية الإريترية ابتداء من بداية عام 2021. وذكر المتخرجون أهمية الدورة التي تثري معلوماتهم البدائية وتوسع ثقافتهم، مناشدين استمراريتها حسب المراحل والمجالات. في الختام قال قائد هيئة الأركان الإريتري العام الفريق فيليب واسولدي هونس إن الأعمال الفنية تعتبر من أهم الأعمال الرائدة والمتقدمة لقيادة العالم، مبرزا دورها الفعال وتأثيرها الإيجابي إبان الثورة الإريترية، مناشدا الدارسين لتطوير المعلومات المكتسبة بالمطالعة وتبادل التجارب فيما بينهم. في غضون ذلك قدمت دورة تأهيلية ل20 صحفيا من وزارة الإعلام، بينهم 8 صحفية يعملون في مختلف أقسام وفروع وزارة الإعلام، تركزت حول تأليف قصص درامية صحية قصيرة. واشتملت الدورة التي نظمت بالتعاون بين وزارتي الإعلام والصحة على التأليف والمحاورة الثنائية واستعمال مؤثرات صوتية إضافية وهيكل وأسلوب القصص الدرامية القصيرة، بالإضافة إلى مهارات وإدارة الكتابة والرواية. وقال الفنان إفريم كحساي خبير التمثيل والأفلام في قسم الشؤون الثقافية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الذي حاضر الدورة إن الهدف من العمل الفعال المعد بطريقة جذابة وراقية ويسهم كثيرا في تطور قدرات الدارسين. وفي الكلمة المقتضبة التي ألقاها منظمو البرنامج أوضحوا بأن الدورة النظرية البدائية تهدف إلى إرساء قاعدة رئيسية لتأليف قصص درامية قصيرة بأسلوب فني، داعين الدارسين لعكس المعلومات المكتسبة على أرض الواقع وإدارة أعمالهم جيدا.
وبدورهم ذكر الدارسون أهمية الدورة على تطوير قدرات وإمكانيات القوى البشرية مناشدين استمراريتها بصورة فعالة. يشارك المنتخب الوطني للدراجات الهوائية في طواف العالم للدراجات 2020 في نسختها 87 والتي تجرى فعالياتها في الفترة من 24 وحتى 27 من سبتمبر بإيطاليا. وأوضح مدرب المنتخب الوطني السيد سامسون سلمون لوكالة إيرينا عبر الهاتف من العاصمة أسمرة بأن بطولة الدراجات الهوائية الدولية للدراجين المحترفين يشارك فيها دراجين من أكثر من 40 دولة، ويمثل المنتخب الوطني كل من الدراج مرهاوي قدوس وناتنائيل برهاني وأمانييل جابريز جابير الذين كانوا في أوروبا للمشاركة في الاستحقاقات الدولية. وأن المسابقة الدولية التي يشارك فيها الدراجون من الرجال والإناث تشتمل على سباق ضد الساعة على المستوى الفردي بطول 31 كيلومترا فاصل 7، وكذلك سباق الطريق بطول 143 كيلومتر لفئة الإناث و258.2 كيلومتر لفئة الرجال. السباق الدولي للدراجات الهوائية الذي تفتتح فعالياته يوم غد في مدينة إيمولا يعد من أول الفعاليات الدولية للدراجات الهوائية الجارية بعد ظاهرة جائحة فيروس كورونا المستجد. بلغت المحاصيل الحقلية المزروعة في مساحة 2225 هكتارا بمناطق هبرو تسليم وقلة وقرعوبل وفلفلة في مديرية هبرو بإقليم عنسبة مرحلة مطمئنة. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية الشاب آدم محمد إبراهيم لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا فيما يتعلق بالمحاصيل الحقلية في المديرية فإن المديرية شهدت زراعة 4000 هكتار، إلا أن الجزء الشمالي من الأراضي الزراعية في مناطق هبرو صعدة وأفعيون وعريتايم ومزرد والبالغ مساحته 1775 هكتار لم تنمو فيه المحاصيل بالشكل المطلوب نتيجة لقلة الأمطار. من جهته قال المدير التنفيذي لضاحية هبرو صعدة سيد محمد حامد بأن المناطق الأكثر تضررا من شح المياه هي مناطق أسقاق وجواني ولويت وأنبهرة وحروياتات البالغ مساحتها 600 هكتار. بدوره دعا مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية الشاب آدم محمد إبراهيم المزارعين في الجزء الجنوبي من المديرية لمواصلة جهودهم في محاربة الآفات والطيور حتى جمع الحصاد والإبلاغ الفوري لأقرب إدارة أو مكتب لوزارة الزراعة في حين شاهدوا أي ظواهر جديدة. أفادت المعلومات الواردة مؤخرا بأن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح والثلوج والتي هطلت في 4 سبتمبر بمديرية فورتو ساوا أحدثت أضرارا بالأرواح والمواشي والمساكن والثروة الغابية. وبحسب إفادات مراسل وكالة إيرينا توفى شخص واحد في ضاحية هوميب بسبب الصواعق الرعدية، كما نفق جملين وجمل آخر جرفته السيول. كما أشارت المعلومات إلى سقوط حوالي 600 من الأشجار المعمرة في بلدة فورتو ساوا ومعسكر ساوا وهوميب وفدداب، فيما انهارت 80 من البيوت التقليدية وسور لمدرسة هوميب. قدمت مساعدات مالية وعينية للمحتاجين في مختلف مناطق مديرية غردات وبلدة صرونا. وبموجب المعلومات الواردة فإن المساعدات المقدمة في مديرية غردات استخرجت من سكان ضاحيتي 01 و 03 بالإضافة إلى الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في المديرية، وقد بلغت 70.5 كنتال ذرة و7455 نخفة. وفي بلدة صرونا تم التبرع ب60 كنتال ذرة وكنتالين عدس و125 لتر من الزيت ل100 محتاج استخرجت بالتعاون بين إدارة مديرية صرونا وجمعية راهبات أرسلني بصرونا وكنيسة سبخة الكاثوليكية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعرب عبد الله المسؤول الحكومي المكلف بالإشراف على عملية السلام الجارية بين كابول وحركة طالبان عن أسفه لأن عددا من مقاتلي الحركة المتمردة الذين أفرجت عنهم الحكومة الأفغانية مؤخرا عادوا لحمل السلاح، مبديا في الوقت نفسه ارتياحه للأجواء الإيجابية التي تسود المحادثات. ولفت عبد الله إلى أن المفاوضات التي انطلقت في الدوحة بين الحكومة الأفغانية والحركة المتمردة تتواصل بين الجانبين على مستوى مجموعات اتصال، مشيرا إلى أن الوفدين بدأا يتعرفان على بعضهما البعض. وفي حين لا يزال مستوى العنف على حاله في أفغانستان،
دعا ممثل الحكومة الأفغانية في مفاوضات السلام كل من الولايات المتحدة التي أبرمت مع طالبان اتفاقا منفصلا كانت هذه المفاوضات إحدى ثماره، وباكستان التي تتهمها كابول بانتظام بإيواء المتمردين وتمويلهم دعتهما إلى الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال عبد الله أن مستوى العنف ارتفع للغاية لدرجة غير مقبولة بالنسبة للشعب، لافتا إلى أنه سيتوجه إلى باكستان في غضون أيام قليلة في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ عام 2008. نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في صد ضربات جوية خلال تدريبات عسكرية مشتركة في جنوب روسيا بحسب إعلان وزارة الدفاع الروسية. وتجرى التدريبات العسكرية في مياه البحر الأسود وبحر قزوين حتى 26 من سبتمبر الجاري بمشاركة كل من بيلاروسيا وأرمينيا والصين وباكستان وماينمار. كما تمت دعوة أذربيجان وأندونيسيا وإيران وكازاخستان وطاجكستان وسريلانكا لحضور هذه التدريبات العسكرية ومتابعتها. وقع انفجار ضخم في مركز تابع لحزب الله في جنوب لبنان وفق ما أفاد به السكان من دون أن يتمكنوا من تحديد الأسباب، فيما أكد مصدر قريب من الحزب أن المكان يتبع له متحدثا عن حادث عرضي. وقال أحد سكان قرية عين قانا الجنوبية التي وقع الانفجار في خارجها أن عناصر من الحزب فرضوا طوقا أمنيا على المكان الذي هرعت عليه سيارات الإسعاف. وقال اهتزت القرية بنا تماما، مشيرا إلى تضرر مباني في محيطها. وأشار سكان في القرية إلى وقوع إصابات نقلتها سيارات الإسعاف إلى المستشفيات. وقال مسؤول أمني لبناني رفض الكشف عن هويته أن الانفجار وقع في مستودع أسلحة تابع لحزب الله في القرية دون أن يوضح السبب. وفرض أعداء الجماعة طوقا أمنيا يمنع وصول الصحفيين إلى المنطقة. وأظهرت لقطات بثتها محطة الجديد المحلية الأضرار التي لحقت بالمباني والحطام المتناثر في منطقة واسعة. في الخبر الأخير، على ارتفاع 50 مترا عن سطح الأرض في بلجيكا يمكن لزوار أحد المطاعم تناول عشائهم بكل أمان في ظل تفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة للحد من انتشاره. وكل ما على الزوار فعله هو ربط أحزمة الأمان استعدادا لرفعهم في السماء. ويوجد في هذا المطعم 8 طاولات مستديرة تلتف حول المطبخ الرئيسي مع مسافة 3 أمتار فيما بينهما. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.